السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناه سليم خديجه، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. لي اول مره كيصادف في القناه ديالي كنقول لهم مرحبا بيه معايا، وما ينساش يفعل الجرس باش توصل دائما بالجديد ديالنا. السبب ديال صراحه ديال هذا الفيديو اليوم هو انني بغيت نشارك معكم خبر مفرح، وخا هذا المكان لا علاقه، ولكن النهار كامل الصراحه وانا كنقول غنسجل فيديو وما تحتش ليا الفرصه الصراحه. ودابا منين جيت للكوزينه حطوا لي على البال دابا مسالي كندير لهم العشاء شي حاجه بسيطه وصافي، بام بيض ومطيشه العشاء. الخبر كما شفتوا في العنوان اكيد هو تفعيل القناه ديالي، وصراحه حيت عرفتكم الفضل ديالكم ايضا، وكذلك انكم من الناس الاولين اللي غادي يفرحوا طبعا لهذا الخبر، لان المساندات الرسميه ديالي هما الصديقات ديالي والاصدقاء ديالي اللي هما نتوما، وفضلكم طبعا انا وصلت لهذا الشيء. الحمد لله بعد واحد تعب ديال سنه تقريبا عاد تم التفعيل ديال القناه ديالي، ولكن الحمد لله ما مشاتش الجهود هكاك سودان حيت يقدر صراحه ما يقبلوهاش ليك ما تفعلش. كاين شحال من واحد مسكين اللي ما تقبلهاش ليه. المهم البنات، كما سمعتوا انه سنه بحال العظيم بحال اليوم، حيت ما بغيتش نفلت هذه الفرصه، بحال اليوم اللي كريت هذه القناه بحال نهار 17 ابريل كريت هذه القناه، وقلت ضروري خصني نسجل الفيديو لتوثيق هذه اللحظه. دابا سنه عيد ميلاد ديال القناه ديالي، ولكن مع الحظر والحظر الصحي صعيب صعيب صراحه. واليوم نهار كامل وانا ما مسالياش مشطونه مع القرايه وداكشي، ما مسالياش، ما درت ليها لا حفيله لا والو. ولكن غدا غنشارك معكم ان شاء الله هذيك الكيكه اللي قلتو شحال من واحد الكيكه ديال التفاح صراحه في الخاص، خاصه الصديقات ديالي في الخاص طلبوها مني، شحال من وحده شحال من صديقه صراحه طلبتها مني. غنشاركها معكم، غنديروا ان شاء الله كيكه ديال التفاح نحتفلوا عليها بمناسبه تفعيل القناه ديالنا المهم صراحه شحال من واحد قال بان زعما هاد المناسبه ديال هاد الشيء ديال الله يلطف بينا هاد البلاء اللي كاين في الدنيا ديال كورونا، ان زعما اليوتيوب يقدر زعما ما يفعلش، باقي مازال القنوات يحبس واحد شويه ما يفعلهمش، ولكن الحمد لله تم التفعيل، وهذا بالفضل طبعا ديالكم نتوما، وكذلك بالمسيره اللي صارت فيها القناه، واخا بقات تمشى ببطء ببطء. كاينين صراحه طرق عديده اللي هما طرق ملتويه باش توصلي انك تفعلي القناه ديالتك، واخا غير اسبوع ولا في اسبوعين ولا في شهر ولا في شهرين ولا في 3 شهور ولا في 4 شهور، المهم في اقرب وقت. ولكن انا الحمد لله ما اعتمدتش هذوك الطرق، لانني اصلا اش غنقول لكم ما كانش اصلا عندي الوقت اللي يجوز، وثاني حاجه ما عجبونيش اصلا هذوك الطرق. من بين الطرق شنو هما هذوك الطرق اللي ممكن انهم يفعلوا لك القناه ديالك اقرب وقت؟ هو انك تاخدي مثلا شي فضيحه تركبي عليها بحال شي حمزه من بيبي وهذا الشيء، ولا مثلا تبقاي في نفس الموضوع كتهضري باش يكون عندك نسبه المشاهدات بزاف. انا ما بغيتش نتجه هذاك الاتجاه. علاش؟ لان الا مشيت حتى اتجهت هذاك الاتجاه اكيد دائما اذا بغيت المشاهده تكون عندي نبقى متتبعه لفضائح الناس، وانا ماشي من النوع اللي يفضل انه يهضر في اعراض الناس، ماشي زعما من الشيام ديالي، وفي نفس الوقت انا ما بغيتش هذاك زعما داك الاتجاه. ثاني حاجه هي انه ممكن نتيا تبقاي ديري مباشرات بزاف باش تربحي بعدا الوقت، بزاف، وفي نفس الوقت مباشرات لدرجه انك تقدري ديري مباشرات الصباح ومباشرات في العشيه. ولكن انا كنقول مباشرات الا ما كانش عندك موضوع انك تناقشي ناس اللي يقدروا يسمعوا عليك باش يتصنتوا لهذاك الموضوع، ما غاديش فهمتوا، ما غاديش يكون غير هكاك فارغ. ممكن انكم لاحظتوا مؤخرا انني كنت كندير بزاف مباشرات، ولكن في الاواخر كاع ديال القناه ديالي، لان كنبقى ليا بزاف ديال السوايع
والوقت كتجري، لان يعني لما مشات حتى دازت ديباسيتي سنه راه ما يقدروش يقبلوها لك وتفعل. تاني حاجه ثالث حاجه عفوا هو انك ايضا تديري في راسك شي شوهه الشوهه بحال مثلا خليكم معايا شي حاجه بحال هكاك، ولا تبداي تشدي شي عناوين شويه مثيره ولا قبيحه، ولا تقولي كلام نبي ولا شي حاجه المهم باش تثيري الانتباه، ولا روتيني ولا شي حاجه هكا باش تثيري الانتباه، باش الناس يبقاو يشاهدوا القناه ديالك بزاف، وبالتالي يعني يوليو عندك سوايع كيخدموا، وفي نفس الوقت الناس كيدخلوا على القناه ديالك، لان دائما حنا كنتبعوا المحتويات الفارغه طبعا وفهمتوا البنات، وصافي وبقى يتزاد لك الضعف لك المشاهدات ديالك، وفي نفس الوقت ملي كتكملي راه تقدري تكسبي داك الجمهور وبقى دائما يتبع، ولكن دائما كيتبع شنو؟ كيتبع دوك العناوين الكاذبه. يعني دائما خصك تكوني انت شويه انتيليجونت باش ديري شي عنوان باش الناس تيريهم باش يجوا يتفرجوا فيك صراحه. ولكن الحمد لله برغم داكشي كامل ما سميتو ممكن انك ديري جوج حوايج اللي هما مزيانين، تمشي بشويه ايطاب باغ ايطاب. واكيد راه الا كانت القناه زعما عندها شي محتوى شي حاجه راه اكيد غتساير ان شاء الله. في الحقيقه مازال القناه ديالي ما ترصد على شي محتوى اللي هو محدد. الوالده قالت لي انا نبغي نعطيك العنوان شي عنوان مثير مهمه ما شاء الله. انا ديما معاكم وانتم ديما معايا، انا ديما معكم وانتم ديما معايا، هذا اشعارات. المهم حبيباتي قلت لكم بالنسبه القناه ديالي الحمد لله اعتمدت على جوج ديال الخطط اللي هما مهمين صراحه بالنسبه لليوتيوب، اللي هي اولا يكون المحتوى ديالك انت شخصي، ما تكونيش ساقاه من شي واحد اخر ولا جايبه تصاور تاع شي واحد اخر باش تثيري الانتباه باش يبقاو يجوا يتفرجوا فيك، ولا مثلا تكوني مثلا خديتي مثلا شي حاجه في الاخبار ولا في شي قناه اخرى وسجلتيها وجبتيها كتهضري عليها، يعني يكون محتوى شخصي ديالك نتيا. ممكن تجيبي بحال هذاك الشيء، ولكن على الاقل تزيدي ليه اضافات، تزيدي ليه عناوين، تزيدي شي حاجه بحال هكا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي انك خصك اللي تبعت انا هو ان المشاهدات ديالكم، يعني كنت كنكتفي فقط بالمشاهدات ديالكم، وكنت كنزيد بحال هكا مثلا تندير بحال دوك قوائم التشغيل هما اللي كانوا كيعاونوني صراحه. كديري ديك قائمه التشغيل كتخليها كتخدم تدوز بوحدها، وطبعا تطلبي مثلا من الاهل ديالك ومن الاصدقاء ديالك حتى هما يساعدوك بعض المرات انهم يتفرجوا فيها. والحمد لله تم تفعيل القناه. وتجنبي كذلك خصك تجنبي المخالفات، وتجنبي حتى شي يقولوا ليه حتى مثلا ما كان مثلا شي حاجه عندها حقوق الطبع والنشر خصك ضروري تجنبيها. انا كان عندي 3 ديال الانذارات، ولكن الحمد لله ما كانوش موراهم مخالفات، 0 مخالفات، لان دوك الانذارات جاو غير بطريقه غير مباشره ماشي عن قصد. انني واحد المره كانت تسجل الوالده ديالي وكانوا مشعل القران سوره البقره، وداك المقرئ ما عرفت يمكن هو شدها على حسب ممنوع الدوز غير في داك العفاس، يمكن ممنوع الدوز غير في القناه ديالو وصافي. ولكن ما الحمد لله ما دارش ليا زعما شي مخالفه خايبه. كان دار ليا غير انه زعما القناه ديالي المهم داك الفيديو هذاك العوائد ديالو يرجعوا ليه. المهم عطاوني دابا اختيارات واش بغيتي دوك العوائد ديال هذاك سميتو، قلت واش من العوائد باقي ما كانش والو وفين نعطيه مع خاطري ما كاين شيء صافي. دابا سبحان الله العظيم حين تفعلت القناه نفعل جميع الفيديوهات السابقه، حيت دابا يلاه بحرا فعلتهم يلاه، ومازال خاصني نجلس ليهم ايطاب باغ ايطاب، لان ماشي غير تيتسموا مفعلين، خصك تمشي تجلسي وتبقاي ديري فيهم الاعلانات وداكشي، لان هذوك هما اللي كيخلوك تربحي. ودابا امتى الحق الله اكبر دابا راه كتبت العشاء، امتى زعما غادي يفعلوا ليا الاعلانات؟ يلا دابا 14 شهر 7 بداو كيفعلوا ليا دابا، يلا 14 شهر 7 اللي بدا ليا، ولا قلت لكم شحال غنموتوا بالضحك يلا ماشي على دوك الشيء الفيديوهات السابقه، دوك الفيديوهات السابقه خصني ضروري نحينهم. يلا غير هاد الشويه اللي من 14 نهار 14 يمكن ما داكشي، المهم داك نهار 14 دايرين ليا ما تضحكوش
دراهم فاصله. ولكن انا ما تيهمنيش صراحه دابا الربح اكثر ما انني كيهمني نفكر في محتوى اللي هو زوين صراحه، باش تكون القناه ديالي تكون زعما عندها واحد القاعده جماهيريه ان شاء الله زوينه. والحمد لله هذا هو المراد ديالي من البدايه، انني نوصل بطريقه قانونيه وبطريقه شرعيه، وفي نفس الوقت نفكر الا تفعلت لي القناه ديالي نفكر في استراتيجيات اخرى. دابا شحال من حاجه كنفكر فيها، خاصني مثلا وسائل ديال التصوير، خاصني بزاف ديال الحوايج، خاصني ناخذ لي كورس في سميتو في المونتاج في هذا الشيء، لانه واخا باقي مازال ينقصني الكثير. ولكن للاسف جيت في هاد لا بيريود شويه مزيره، عرفتوا دابا حنا عندنا التكوين عن بعد، يعني يلاه كتسالي القرايه ديالتك والخدمه ديالتك، وصعيب انك تبقاي ديري فيديوهات. دابا هذا الفيديو هذا اللي كنشارك معكم دابا انا غنديرو بلا مونتاج بلا والو، غنخليه هكا بعفويه باش نشوف شنو هو رد الفعل ديالكم على لي فيديو بحال هكا بعفويه. وان شاء الله انا كنفكر ان شاء الله انني ندير فلوغات، ندير الروتينات ديالنا ماشي روتين داك الروتين زعما غير في البيت، مثلا نهار كامل شنو اللي كنديرو، الا خرجنا لشي بلاصه مثلا ندير فلوغات بحال مثلا نشارك معكم الطبخ، لان اغلبيه ديال الفيديوهات اللي كاينين في القناه ديالي هما اللي عندهم علاقه بالاكل وسميتو. المهم كاينين وصفات ان شاء الله، بزاف ديال الوصفات. كانت اختي كما كتعرفوا عندها مع هادشي وصفات ديال الاجنبيه زعما، سواء تركيا ولا مصر ولا سميتو. وكانت قالت لي بان زعما الا بغاو البنات بحال هذوك الوصفات يبقاو يحطوا في التعاليق، وانا ان شاء الله اكيد وقت ما دارت شي حاجه في دارها راه غتصورها معكم ايطاب. وصراحه وصفات اجنبيه ولكن بلمسه مغربيه. وحتى حنا طبعا في الدار هنايا الوالدات حتى هي، حيت هذه راه قناه صراحه واخا سميتها سايم خديجه، هذه راه قناه اصلا انا دايرها على قبل الوالده ديالتي كما قلت لكم في واحد الفيديو سابقا. وحتى المداخل ديالها ان شاء الله غادي نخصصهم للوالده ديالتي. ومهم انا بغيت شي حاجه ليها هي تبقى ليها هي تلها فيها ودوز فيها الروتينات ديالها وداكشي. كما كتعرفوا انا بحكم العمل ديالي يعني ما كنكونش مساليه للتصوير ولا بزاف ديال الحوايج، ولكن هذا ما تيمنعش انني القناه غير لحد الان راه غتبقى في الاسم ديالي. ولكن بالنسبه للعائدات ديالها ان شاء الله كيعودوا ان شاء الله للوالده ديالتي، وهذا وعد كنت وعدته لها من الاول. وصراحه هي عاجبها الحال عاجبها الحال. كتقولي انتي منين يجي لك الان تصنصلك وداتيهم ديال البنكه ديالي، ما تعطيهمش ديال البنكه ديالك. ولكن هذاك الشيء متي بحال الحمد لله. قالت باش تعرف اش دخل اش خرج، لا العود يدخل شي حاجه ونعطيها انا شي حاجه اخرى يا كما. بالنسبه للعوائد ديال هاد الفيديوهات هادشي اللي كنديرو، شكون يبغي يديهم؟ شكون انتي؟ قلت لك هي اكيد انتي ان شاء الله انتي اللي غادي تصحوا لك ان شاء الله. وصافي هذا هو اللي كاين البنات، هذه هي الفرحه اللي بغيت نشارك معكم. كنتمنى الفيديوهات ديالي دائما يكونوا عند حسن الظن ديالكم وما تخيبونيش. طبعا كنتمنى منكم انكم دائما تكونوا في الصف ديالنا وتدعمونا وتساندونا. راه حيت كتعرفوا دابا المشكله باش تشهري خصك ضروري تمشي عند شي يوتيوبرز كبيره ولا تمشي عند حيت هادشي دابا اللي ولا انك خصك تمشي عند شي يوتيوبرز كبيره ولا شي واحد في اليوتيوب اللي ديجا يعرف بالقناه ديالك. وهداك الشيء راه ماشي شي حاجه بسيطه. كيكونوا ناس اللي كيبغيو يديروا الخدمه فابور، ولكن اغلبيتهم ما تيبغوش، يعني كيبغوا بالماديات. ولكن حنا ان شاء الله غادي كيما وصلنا هاد القناه ديالنا ان شاء الله غير بالجد وبالعمل وبالصبر طبعا وبالمثابره ان شاء الله غادي نوصلوا عند المشاهدات كبيره ان شاء الله بالفضل ديالكم طبعا، وكذلك بالمجهودات ديالنا وبالمواضيع ان شاء الله اللي غادي يجيو من هنا لقدام. كاع اللي عنده شي مقترحات ديال المواضيع كيشوفها مناسبه، خاصه البنات صحباتي اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالي، كنتمنى منكم نصائح في هذا الموضوع. اللي كيشوف ان راه كاينين مواضيع مهمه
وكتهم واحد الشريحه كبيره في المجتمع انها تكون، راه غادي نديروها ان شاء الله. كما قلت لكم انا اول فيديو ليا الى سبق لكم شفتوه، قلت ان المواضيع اللي غيكونوا ان شاء الله في القناه يكونوا مواضيع مختلفه، كل ما له علاقه بحياتنا الاجتماعيه ولا الاقتصاديه ولا حتى المشاكل الشخصيه ديالنا، حتى سميتو بزاف ديال الحوايج. الا كان شي واحد فيكم مثلا هكا عنده شي موضوع بغانا نهضروا عليه ولا شي حاجه، راه الوالده تبارك الله خبره تفيدوا بهذا الموضوع. ومن هنا لقدام ان شاء الله غادي تنوع المواضيع، وانتظروا منا الجديد دائما. ونخليكم بخير وعلى خير. نمشي نصلي العشاء ونحط لهم يتعشاو ان شاء الله، وموعدنا في فيديو جاي باش تشوفوا الاحتفال ديالنا لاش القناه بمرور سنه. يلا بالسلامه، نخليكم الله يعاونكم، فرجه ممتعه.